الذي قام به مجموعة من التلاميذ كشف عن مجموعة من الاختلالات، مجموعة من الإشكاليات ترتبط بالقراءة والظاهرة القرائية وأسباب العزوف عن القراءة. أكد الاستطلاع على أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل القراءة. أكد كذلك الاستطلاع على القيمة الكبيرة التي تحظى بها الظاهرة القرائية في صفوف الجميع. كذلك الدعوة إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات الأخرى التي تؤثر على الاستمرار في القراءة أو التعاطي مع القراءة، ومن بينها هناك ما يسمى بالإعلام الجديد، والذي يتمثل كذلك في وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وإلى غير ذلك. إذن هناك مجموعة من المدخلات التي أثرت وزادت من فقدان الرغبة لدى الجميع من أجل القراءة، التي تتمثل في انسياق الجميع تجاه هذا الاتجاه الجديد. إذن فسنحاول أن نتحدث عن القراءة وأهدافها وكذلك لماذا نقرأ وبعض المنهجيات أو سميتها المبادئ الأساسية للقراءة الصحيحة. لماذا؟ لأنني لا يمكن أن أتحدث عن منهجية قارة، لأن هناك تعدد القراءات، تعدد الكتب، تعدد التخصصات، ولكل تخصص منهجية خاصة، ولكل كتاب كذلك منهجية خاصة. إذن فالقراءة هي كما يعلم الجميع هي تلك العملية التي تعطي تفاعل ما بين الذات والموضوع. هناك تفاعل ما بين الذات والموضوع حول قضية من القضايا أو حول ظاهرة من الظواهر التي يمكن أن يقدمها الكتاب، إلا أن هذا التفاعل يتم عبر مجموعة من وجهات النظر أو عبر مجموعة من الأنواع التي نسميها أنواع القراءة. إذن فليست هناك أو ليس هناك نوع واحد وخاص في القراءة، وإنما هناك مجموعة من الأنواع سأحصر فيها أو أحصر في هذا الباب 3 أو 4 أنواع. إذن أولها هي ما تسمى بالقراءة السريعة. إذن فالقراءة السريعة تظهر من خلال عنوانها أن هناك سرعة في القراءة. سرعة في القراءة من أجل ماذا؟ من أجل محاولة التدرب أو التدريب على القراءة والفهم. هذه القراءة السريعة كذلك تساعد الشخص على محاولة استنباط المعاني والأفكار وكذلك التوغل في الموضوع ولكن بشكل سريع. هذه القراءة السريعة لا تستهدف استخلاص الظواهر التربوية أو الظواهر الإملائية أو الصرفية أو الإنشائية إلى غير ذلك، بقدر ما تهدف إلى الفهم الصحيح إلى معنى النص. كذلك هناك القراءة الانتقائية. القراءة الانتقائية وتهدف إلى أولا تنطلق من انتقاء كتاب معين الذي يتماشى مع الموضوع الذي أنا أبحث فيه، لأن هناك تلاميذ مثلا يبحثون في موضوع معين ويحتاج إلى كتاب معين، فالتلميذ مثلا أو الباحث أو الطالب لا يقرأ أي كتاب أو يأخذ الكتاب ويبدأ في قراءته حتى النهاية ثم يستخلص هل الكتاب يندرج ضمن ذلك الموضوع أو لا، وإنما يحاول أن يقوم بعملية جر لمجموعة من المراجع، مجموعة من البحوث، مجموعة من الكتب، يحاول تصنيفها حسب الموضوع، حسب المحور، حسب الفصول. كذلك يأخذ بعين الاعتبار المراجع المعتمدة أو ما نسميه بالبيبليوغرافيا لكي لا يقوم بهدر الوقت، وكذلك من أجل استغلال قدر ما أمكن من الوقت. كذلك هناك القراءة التحليلية. القراءة التحليلية وهي العنصر أو النوع الأهم والأجود والأرقى في أنواع القراءة. لماذا؟ لأنني أقرأ الكتاب أو أقرأ النص من خلال قراءتي أحاول أن أتفاعل مع النص أو الكتاب من خلال حوار، أتحاور مع الموضوع، كذلك أرقى إلى مستويات الكاتب، أحاول أن أستخلص مثلا وجهة النظر التي يريد
أن يذهب إليها الكاتب، ثم أتعاطى مع هذه الوجهة بنوع من النقد، لأن ما يهم في القراءة التحليلية هو عامل النقد. عامل النقد، لأن عامل النقد هو الذي يمكن أن يخرج لنا أفكار أخرى من خلال قراءتنا للكتاب، لأن هناك فرق بين أقرأ وأستوعب بشكل عام بدون نقد، وهناك قراءة نقدية كذلك، لأنني أي فقرة أو أي محور أو أي موضوع قرأته في الكتاب أعرضه للنقد، وأعرضه للنقد من خلال أو كيف؟ من خلال كذلك استحضار المناقض لهذه الفكرة أو لهذا الموضوع. مثلا إذا كان الكتاب يتحدث مثلا عن توجه من توجهات معينة، يحاول استحضار التوجهات المناقضة لهذا الاتجاه، ومن خلال المقارنة يمكنني أن أستخلص مجموعة من الأفكار ومجموعة من العبر التي يريد الكتاب أن يقدمها. أما فيما يخص يعني المبادئ الأساسية التي ترتبط بمنهجية القراءة، إذا أولا بمجرد ما آخذ الكتاب لا بد من أن أقوم بقراءة في الغلاف، قراءة في الغلاف، أتطرق إلى المؤلف، أتطرق كذلك إلى المطبعة، أتطرق إلى الطبعة، إلى العدد، إلى غير ذلك، ثم أذهب مباشرة إلى المقدمة أو مقدمة الكتاب. بعد ذلك أقوم بقراءة شاملة للكتاب وبشكل عام، قراءة تستهدف التعرف على المحاور، التعرف على الأجزاء، التعرف على الأفكار التي تطرق إليها الكاتب. بعد ذلك أقوم بقراءة موالية أو تالية يأتي بعدها مطلب الفهم، أحاول أن أتطرق إلى فهم المعنى الذي يريد أن يقدمه الكتاب أو يريد أن يوصله لنا المؤلف. إذا من خلال الفهم أو عبر عملية الفهم أو بتوازي مع عملية الفهم أكون كذلك برفقة ما يسمى بالجدادة. هناك جدادة القراءة، تكون هناك جدادة يعني في أثناء القراءة أحاول أن أدون الأفكار الأساسية أو أقوم بتلخيص كل فقرة على حدة أو كل محور على حدة كذلك. بعد عملية الفهم والتلخيص أو أخذ مقتطف أو إحالات من الكتاب التي أنا في حاجة إليها، بعد ذلك أمر إلى عملية التحليل، أقوم بتحليل مضامين المحور أو الفصل وأنا في مرحلة القراءة، لتأتي مرحلة كذلك التلخيص بشكل شامل. عندما أنتهي من فصل معين أو أنتهي من الكتاب بصفة عامة لا بد أن أخرج أو أخلص إلى ملخص شامل للكتاب، إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي وفق ما آلت إليه يعني القراءة النقدية. إذا لا أريد أن أطيل عليكم، وهذا كان يعني بمثابة أرضية. سوف نفتح النقاش إذا حول المنهجية وحول استطلاع الرأي لكي نشارك جميعا في تقديم فكرة أو توصيات حول الإشكاليات المنهجية واللغوية لظاهرة القراءة.